لازم نعرف السبب قبل ما نعرف العلاج، لان انت لو عرفت السبب انت هتعرف تعالجه. الاسباب اللي بتؤدي لتخريم ورق النباتات انا بصنفهم على 3 اسباب رئيسية وسببين فرعيين. خلاص؟ طيب ال3 اسباب الرئيسية بيقولوا ايه؟ السبب الاولاني الا وهو اول حاجة ضعف التسميد بسبب اما فقد العناصر في تغيير المية او الاضاءة على المستوى المطلوب او تغذية الجور. يعني ايه الكلام ده؟ السبب الاساسي في تخريم ورق النباتات واصابته ضعف التسميد، يعني ضعف وجود العناصر المغذية في المية بسبب تغيير المية، او انت ما بتسمدش كويس. تغيير المية اللي هو زي مثلا الاوفر فلو، ان يبقى فيه تغيير دوري اول المية شغال، او الاضاءة اعلى من المستوى المطلوب او تغذية الجور. يعني ايه الكلام ده؟ ضعف التسميد او نقص العناصر دي معروفة ان انت ما بتحطش العناصر الكافية للحوض، وده بسبب اما ان عندك مستوى النباتات او عدد النباتات او حجمها من الحوض كتير جدا اوفر، فانت ماشي بدوز مش مكفي كل الكلام ده، فالعناصر بتقل. طب ايه العناصر اللي بتقل عشان تعمل الموضوع ده؟ عندك العناصر الصغرى لو قلت بتعمل تخريم في ورق النباتات، وعندك عنصر الفوسفات لو قل هيعمل تخريم في ورق النبات. خلاص؟ تخريم ورق النبات ليه كمان كذا شكل. لو خروم عادية من غير هالة بني، تمام، ده نقص بوتاسيوم، ده نقص بوتاسيوم. يبقى نقص البوتاسيوم بيسبب الخروم وما بيبقاش حوالين الخرم فيه هالة. تمام. لو في هالة بني حوالين الخرم ده هنا بيبقى نقص عناصر صغرى او زيادة عناصر صغرى، يعني يا زيادة يا نقص في العناصر الصغرى، وده هنتكلم عنه دلوقتي، بس انا مأجل الحتة دي للنقطة اللي جاية. طيب الاضاءة ازاي تبقى عالية وتسبب خروم؟ ما لو الاضاءة عالية وانا شغال ميديوم تك او شغال هاي تك، النبات عندي هيشتغل بيحرق طاقة، بياخد عناصر من اللي موجودة في الحوض، العناصر هتقل، هيحصل نقص في العناصر فهيبتدي يظهر الخروم، وبالتالي هتبقى عرضة او مسبب للطحالب بانواعها بقى، لان انت ضعفت من قوة النبت. تمام. نيجي لتغذية الجار. تغذية الجار لو انت مثلا جايب نبتة بطيئة النمو مثلا زي الهيجروفيليا سايمز وزارعها ووراها سيسفلورا، السيسفلورا دي نموها سريع جدا، السيسفلورا دي نموها سريع جدا. طيب والسايمز او الهيجروفيليا جاينت او الروتيلا روتندفوليا نموها بطيء. فالنباتات السريعة اللي من ورا، وخصوصا لو انت حاططها في وش التيار، يعني التيار جاي كده والسيسفلورا هنا وبعد كده السايمز او النباتات اللي جنبها من هنا، فالتيار جاي بيخبط في النبتة بيديها العنصر تتغذى عليه، والنبات اللي قدامه ما بياخدش اي عناصر فما بيتغذاش. وبعيد عن موضوع التيار، لو النبتة واقفة ومادة جدرها كويس وعاملة شغل عالي اوي من ورا النبتة اللي هي نموها بطيء، فبتسحب من تحتيها العناصر وهتبتدي تأثر عليها وعلى صحتها وتأثر على نموها. يبقى احنا بندور في دايرة واحدة، اللي هي بنقول ان نقص العناصر بيسبب تخريم في ورق النباتات سواء العلوية او السفلية. تمام. نقص العناصر بيأثر على تخريم ورق النباتات سواء العلوية او السفلية، والسفلية بتبقى لها تأثير قوي جدا وبتبقى اقرب واحدة ان هي تتأثر بسبب الموضوع ده، السبب جاي لك فيه بعدين. يبقى ده السبب الاولاني بتاع نقص العناصر. نقص العناصر بيبقى جاي اما ممكن بتغذية الجار او بتغيير المية بشكل متجدد على طول بسرعة كتير جدا، زي التغيير بتاع 100% من المية او الاوفر فلو او الكلام ده كله، ونقص العناصر نفسها في التسميد نفسه.
خلاص، يبقى دي النقطة الأولانية اللي تخص التغذية. التغيير السريع أو التغيير المية اللي يعمل صدمة لورق النباتات، يعمل خروم الأول وحروق على أطراف النباتات، وبعد كده الورقة تبتدي تقلب بشفافة، وبعد كده تبتدي تقلب ببني، وبعد كده تبدأ تتحلل. خلاص. وطبعا السبب الاولاني اللي اتكلمنا فيه ان هو نقص، ان هو المغذيات باسبابها برضو هيعمل نفس الموضوع، بس هنا تغيير الميه. مثلا جيت انت درجه حراره الحوض 26 وانت في عز الشتاء، رحت جاي مغير ميه، نزلت كميه ميه ساقعه دريك مره واحده، ده هيعمل انخفاض في درجات الحراره. طبعا ده ناهيك ان هو هيأثر على السمك وعن الجمبري وعن الكلام ده، ان هو هيعمل له صدمه. لا، النبات كمان هيحصل له صدمه. هتلاقيه مبدئيا هيعمل حاجه من الاتنين، يا اما هيعمل طبقه زيتيه على وش الورقه بتاعه الزرع، هيعمل زي حاجه كده لميعه، هتلاقي الورقه بتاعه الزرع بتلمع جامد قوي، وبعد كده هتبتدي تتحلل وتشف وبعد كده تموت. يا اما هتعمل حروق وتخريم في الورقه، وبعد كده تتوكل على الله. اللي يبقى السبب التاني اللي بنتكلم عليه تغيير الميه، سواء بتعمل بيه صدمه للحوض، سواء اما صدمه درجه حراره او صدمه كلور، ان انت معالجتش الميه كويس. في ناس بتجيب الميه من الحنفيه على طول، من الحنفيه على الحوض بتاع الزرع على طول، وبعد كده الزرع يبتدي يتحلل ويتاثر. ما هو بسبب الكلور. الكلور ده ماده سامه موجوده في الميه، بتبتدي تعمل تحللات للورق بتاع الزرع وتعمل مشاكل. السبب الثالث ضعف الاضاءه، بيعمل تخريم في الميه، بيعمل تخريم في ورق الزرع. وده بقى هنا يدخلنا على السببين الفرعيين. تمام. يعني ايه الاضاءه ضعفها؟ احنا من شويه قلنا ان قوه الاضاءه العاليه ممكن تكون من المسببات اللي تخلي ان الورق بتاع الزرع يخرم، عشان خاطر طبعا النبات بيستهلك طاقه عاليه، فما بيبقاش فيه عناصر موجوده في الميه كويسه مكفيه، فيبتدي يعمل بدوره نقص في العناصر. طب تعال نتكلم بقى على الاضاءه في حد ذاتها. نقصها لوحده، نقص الاضاءه لوحده يعمل تخريم في ورق الزرع، وبيبتدي بحروقه على الجناب، مع تلاقي الورقه بتاعه الزرع ابتدت لونها من على الاطراف بقى لونها بني، وبعد كده يبقى لونها مصفر، وتلاقي الخروم متمكنه منها. ده بيبقى منظر الزراعه بالظبط، حروقه من على الاطراف وبعد كده اصفر، والاخضر من تحت باهت قوي، وخروم خروم 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 كتير. الكلام ده بيبقى سبب ضعف الاضاءه، وبالذات للاوراق المسنه او اسفل النباتات من تحت كلها، اللي هو اول 10 سنتي من تحت او اول 5 سنتي من تحت من قرب التربه، تلاقي الورق بتاعك حصل فيه المواصفات اللي احنا بنتكلم عليها. ده نتيجه يا اما الاضاءه بتاعت الحوض مش مكفيه، يا اما كثافه الزرع فوق بعضه كتير جدا، يا اما النبته عليت على نفسها ومحتاجه تتقص. يعني انا بديك اسباب كتير عشان تقعد انت تشوف ايه الخطأ هنا فين، وغالبا بيبقى القص هو الحل المثالي للموضوع. يعني القص هو الريفريش للحوض، ان انت بتدي روح جديده للحوض ان هو يبتدي يشتغل والنباتات تشم نفسها تاني. طيب لو انت لقيت دايما المشاكل في الاخر 5 سنتي من اول التربه من تحت، والمشاكل دايما في الورق اللي من تحت، يبقى انت ثق تماما ان انت عندك فيه مشكله في الاضاءه، ان هي مش قادره توصل لحد تحت، وهنا عندك انت مشكله مع الاضاءه تبتدي تحلها. الكلام ده تلاحظه مع النباتات اللوتك من تحت، ومع النباتات الميديم تيك والهاي تيك من فوق ومن تحت ومن كل حته. لان انت معرض في الميديم تيك والهاي تيك ان انت تكون الاضاءه مش واصله بشكل كافي للنبته نفسها، يا نبته بقى مغطيه عليها، يا هي مغطيه على نفسها، يا اما في حد برضو من الجار زي ما احنا قايلين لسه شارحين من شويه، حد من الجار مرزل عليها هو سريع وجاي مضلل عليها واخد من تحتيها الاسمده. فهي اسباب كتير قوي، بس انت هتمسك الاسباب دي كلها تلعب عليها. خلاص، يبقى دي قصه الاضاءه، وفي الاخر هينتهي برضو نفس الاسباب اللي احنا قلناها من شويه،
هينتهي بيها الموضوع ان انت الورق بتاعك هيبتدي يتحلل والورقه تبتدي تموت، وبعد كده تبتدي تعمل دياتومات في الحوض اللي هي التحلب البني، وفي الاخر بيبقى كل المسببات دي نهايتها تحلل ورقه النبات وتعمل لك طحالب بني. وتبتدي تخش في صراعين اتنين، ان انت عايز تعالج المشكله والمسبب الاساسي لتحلل ورق النبات، وبعد كده ان انت هتحارب الطحالب البني. في السبب التاني الثانوي اللي بينقلنا ليه، اللي هو الركيزه او التربه. التربه تعمل تخريم في ورق النباتات، وهي نوع تربه واحد بس بيعمل الموضوع ده، اللي هو البازلت. البازلت بحكم ان هو فيه كمية فلسبار عالية جدا، وفيه نسبة سيليكات محترمة جدا، و... وبيطلع كمية عناصر صغرى رهيبة في المية، فده بتبقى فيه زيادة في العناصر الصغرى لسبب اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول خالص. قلنا العناصر الصغرى لو زايدة او ناقصة بتعمل تخريم في ورق النبات. وتعرف الموضوع ده كويس قوي لو الورق قريب قوي من البازلت، تلاقيه عمال الورق ده متخرم وعليه بقى حروف بني وبتاع. ده بسبب ان للاسف في مصر البازلت مش اجود خامة ومش اجود حاجة، عشان خاطر بيبقى فيه رايش وفيه حاجات كتير جدا من المحاجر اللي بيروحوا يشتروا منها. واتكلمت في الموضوع ده كتير قوي. الرايش اللي بيبقى نازل من البازلت او الفتات او الفرافيت او الكناسه بتاعت البازلت زي ما بيقولوا، بتبقى سهله قوي انها تتفاعل مع الميه، وفي اول شهرين ثلاثه بتواجه كميه عناصر صغرى رهيبه موجوده، وناهيك بقى عن الطحالب اللي انت بتواجهها. السبب التاني الثانوي القواقع الرمشن الغير مرغوب فيها. مشكلة القواقع دي ان هي لما بتلاقي ورقة، هي على فكرة يعني ليك وعليك. الرمشن دي موجودة في الحوض، تلاقي ورقة متحللة تخش تخلص عليها تاكلها وتتغذى عليها وشكرا. تلاقي شوية اكل واقعين في الارض تروح تتغذى عليهم وتتكسر عليهم وشكرا، وهي بتتكسر على نفسها جامد قوي. مشكلتك معاها بقى لما هي بتزيد قوي عن الحد وما بتلاقيش اكل او بتجوع، وهي ماشية كده تلاقيها بقى ايه عمالة تمصمص في الورق، وتبتدي الورق يبتدي يخرم. وساعات في احيانا لو ممكن تلاقي نبته مثلا بتتحلل، تلاقي دخلت من عندها وتبتدي تمصمص في الساق لو الساق رفيع والمناعه بتاعته مش حلوه. بتبتدي تخش بقى تضعف في الساق ده عشان هي عايزه تاكل، وتلاقي الورق عمال يطلع، وتلاقي الساق عمال يتحلل والورق بيموت منك والزرع كمان بيموت. وهي كل اللي عليها بس هي عماله تمصمص وتقطع في الجدار الخارجي للنبته، ومن هنا ده يبقى الزرع كده ابتدى يتأثر وابتدى يتجرح وابتدي يموت. طب هل في حل لكل المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها ده من الناحية الكيميائية؟ لا، مفيش حاجة بتعالج الثقوب او القطع او الجروح اللي بتحصل في ورق النباتات. مفيش الكلام ده. واللي يقول لك ده في منتج بيعالج القطع والورق ومش عارف ايه والكلام ده، مفيش حاجه. الورق اللي بتقع خلاص شكرا، الورق اللي بتتقطع شكرا. يعني انا مثلا بروق في حوض وتلاقي مثلا ايدي خبطت في ورقه انوبيوس، تبقى يوم استغفر الله العظيم يا رب. الورقه دي قاعد جنبها بقالي سنين وايام وهي تيجي تتقطع. ولا تيجي مثلا انت جايب كات فيش او ابسط داون كبيره وليها اللي هي الشوكتين الكبار دول، وماشيه عماله تقطع وترزع في الزرع شمال. مفيش منتج نهائي يقدر يعالج او يعمل التئام في الجدار الخلوي او ورقه الزرع. خلاص كده شكرا، هي اتقطعت، انسى. فزي ما الاستاذ محمد سليمان اهو بيقول ان القواقع اديها فلوفورمال وخلص الموضوع وشكرا. خلاص كده خلصنا موضوع الخروم وتحلل الورق. على فكره تحلل الورق ليه اسباب كتير جدا. ممكن درجه الحراره، ممكن حطيت سماد عالي، ممكن تكون صدمت النباتات، بتنقل نبات من مكان لمكان، نبات متعود على بيئه وهو انت حطيته في بيئه، الدنيا مش متظبطه. المهم ان انت هتخش في دوامه مع الدياتومات او الطحالب البني، وهنا واجب عليك ان انت اول باول تبتدي تلم الورق المتحلل او الورق الواقع عشان خاطر تقل من الموضوع ده وما تخش في قصه مع وانتوا عارفين طبعا علاج الطحالب البني بتغيير الميه بشكل يومين 3 ورا بعض مع تضليم الحوض يومين 3 مع بعض عشان بفعل البكتيريا الضاره اللي حصلت بسبب تحلل ورق النباتات.
كده احنا خلصنا الجزئيه دي. السلام عليكم، يلا كفايه عليكم كده.